النهارده انا جايب لك معايا افضل 5 قنوات اجنبيه لتعليم الانجليزيه. طب هم العرب اثروا معانا في حاجه يعني عشان نتكلم عن الاجانب؟ لا مش الفكره، بس لما بتاخد اللغه من اهلها اكيد الموضوع بيبقى عليك اوقع والاثر بتاعه بيبقى ايجابي اكتر، وده بينعكس على نطقك، بينعكس على الايديومز اللي انت بتستخدمها او حتى الاكسبريشنز او التعبيرات. فالنهارده معايا افضل 5 قنوات هيقدروا يساعدوك جدا انك تطور من الانجليزي بتاعك. هنشوف الانترو وهنرجع نتكلم فيهم. ومساء الفل ايفريبودي، معاكم عمر عبد الرحيم. طبعا انت عارف ان مش دي الانترو بتاعتنا صح؟ عمرنا ما بنخش كده. ويا مساء الفل ايفريبودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. قبل ما نبدا مش هننسى اخواتنا من الدعاء، لان دي اكتر حاجه نقدر نعملها وتقريبا الحاجه الوحيده اللي نقدر نعملها في وقتنا الحالي. زي ما ذكرت لك كده في بدايه الفيديو، احنا النهارده هنتكلم عن افضل 5 قنوات اجنبيه تقدر تتعلم منها اللغه الانجليزيه. وخليني هنا استرس او اركز على نقطه انك تقدر تتعلم منها اللغه الانجليزيه، لان مش كل القنوات اللي موجوده معانا النهارده اصلها او سببها تعليمي او محتواها تعليمي مباشره، ولكن انا النهارده جاي ارشح لك القنوات دي بناء على المحتوى بتاعهم ونسبه الحاجه اللي نقدر نتعلمها منهم او نسبه المعلومات الكافيه اللي نقدر نتعلمها منهم. وهبدا معاك في القنوات باقلهم ترشيحا لاعلاهم ترشيحا، يعني اخر قناه انا هرشحها لك هي دي اكتر قناه انا بنصح بيها للمبتدئين وللمتقدمين. هنبدا باول قناه معانا النهارده، هو واحد شبهي جدا وكتير قوي من الاجانب يخشوا يقولوا لي كده في الكومنتس على فيديوهات انا شخصيا، فيسوس. القناه دي ابتدت من زمان جدا، وحتى حكايه بدايتها كده كانت حكايه فاني جدا. هو كان حكاها على قناته ان هو اساسا كان عاملها قناه جيمنج ايام ما كانش فيه قنوات جيمنج يعني، وفجاه الموضوع اتطور معاه الفيزيكس وبيتكلم في علوم وبيتكلم في حاجات كده لطيفه جدا. ميزه الشخص اللي موجود في الشانل دي او القناه دي ان هو بيتكلم باسلوب مريح جدا، بينتقي كلماته جدا. هو بيتكلم ببطء مش بسرعه، مع انك لما تيجي تتفرج على الفيديوز بتاعته هتحس ان هو بيتكلم بسرعه، ولكن هو مش بيتكلم بسرعه، هو موضح كل ساوند او كل صوت بيتكلم بيه. ودلوقتي مع خاصيه السي سي او تفعيل الكابشنز على اليوتيوب هتقدر ان انت تترجم كلامه او حتى تظهر الانجليش سبتايتلز بحيث ان اللي يظهر لك على الشاشه هو اللي بيقوله في الفيديو. طبعا كل القنوات انا هسيب لك اللينكس بتاعتها في الديسكربشن بتاع الفيديو. تاني قناه هرشحها لك Learn English with Bob the Canadian. هو الغريب ان احنا دايما بنقول ان في American accent وفي British accent، في American English وفي British English، انما الراجل اللي معانا النهارده ده كندي، لا هو امريكاني ولا هو بريطاني، ولكن الراجل ده بيشرح انجلش ودايما بيحاول يعلم الناس بطريقه ذكيه ومرحه، وهتخليك مش حاسس بملل، مش حاسس انك زهقان، مش حاسس انك قاعد واحد بيشرح لك حاجه فمحتاج ان انت تفضل قاعد مستمع. هتلاقيه بيوصل لك المعلومات بطريقه لطيفه جدا، وكمان احيانا بياخدك لساتس بيشرح لك فيها حاجه، يعني عايز يشرح لك حاجه لها علاقه بالطريق او حاجه لها علاقه بالشغل، بياخدك في اللوكيشن الخاص بالحاجه دي. فهتحس ان الموضوع له علاقه برضو بالفيجوال ميموري بتاعتك، او ان انت تبقى شايف حاجه وتربطها بمعلومه فيبقى اصعب شويه انك تنساها. فهتلاقيني برضو سايب لك الشانل بتاعت Learn English with Bob the Canadian موجوده في الديسكربشن بتاعت الفيديو ده. تالت شانل معانا النهارده BBC Learning English. القناه دي مش جديده خالص، القناه دي قديمه وعريقه كمان في تدريب الانجليزيه او تدريس الانجليزيه او تعليم الناس للانجليزيه، ولكن هي بتعتمد اكتر على الصوتيات، يعني انك تسمعها وانت بتعمل اي حاجه، بتشتغل، راكب في المواصلات، رايح مشوار، عايز تشغل حاجه في ودنك تفيدك شويه. القناه دي هتبقى مفيده جدا ليك في الموضوع ده. عليها فيديوهات تعليميه كتيره جدا ولكن قديمه شويه ومش كتيره على الشانل، ولكن هي تقدر تعتبرها من القنوات الاساسيه جدا اللي لازم انك تتابعها لو انت مهتم بتعليم الانجليزيه. القناه الرابعه اللي معانا بقى هي محتواها مميز شويه وهيبقى كاتشي او هيبقى مهم بالنسبه لناس كتير قوي. هي اسمها Learn English with TV Series. Learn English with TV Series. هي فكرتها ان هو بكل حلقه بيناقش مسلسل معين، وفي كل حلقه بيعملها بيحاول انه يجيب لك سين او يجيب لك مشهد ويبتدي يحلله لك ويفرجك عليه، وكمان يظهر لك الانجليش سبتايتلز ويحاول يوصل لك المعلومات اللي موجوده في المشهد ده او الكلام اللي اتقال عشان تقدر تستفاد منه قدر الامكان، وتبدا ان انت بعديه تقدر تعمل براكتسنج، وكمان بيفيدك ببعض النصايح اللي تقدر تعمل بيها براكتسنج، اللي هو ازاي يعني اعمل ايه بعد ما اتفرج على الفيديو. هيقدر يساعدك في ده جدا، والقناه انا شايفها تاني اهم قناه معانا النهارده. نيجي لاخر قناه موجوده معانا النهارده وهي انا بعتبرها اهم قناه فيهم، ودايما بنصح الناس بيها في اي ايفنت اروحه او اي حد يسالني انا عايز اطور من نفسي اعمل ايه، سواء كان ترينر او تيتشر او انستراكتور او حتى ليرنر مجرد ان هو عايز يتعلم انجلش. هي مش قناه الحقيقه، يعني هي مش قناه واحده، هي متعدده قنوات كده. هو ويب سايت اسمه ingvid.com. ing زي انجلش، فيد فور فيديوز،
vid.com. انا هنا بنصحك انك تتفرج على الفيديوز على الويب سايت بتاعهم، لان هم لما تيجي تخش على الويب سايت هتلاقي ان هم عاملين كلاسيفيكيشن او عاملين كاتيجورايزيشن او عاملين تصنيف للفيديوهات كلها على حسب المحتوى بتاعهم، وهتلاقيهم كمان مرتبين لك الكونتنت او المحتوى بتاعهم من البدايه للاخر. وكمان تقدر تحدد المستوى بتاعك، تقدر تحدد انت عايز تتعلم ايه النهارده، سواء كان فوكابيلاري او جرامر او غيره. وكمان عندهم فيديوز كتير هتساعدك في الايلتس او التوفل. الحقيقه انا شايف ان الويب سايت ده هو داتابيز، مش مجرد شانل انت تقدر تتعلم منها انجلش. فده اللي يخليني اقول لك ان دي اهم قناه او مجموعه قنوات موجوده معانا النهارده. فكل القنوات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده هتلاقي اللينكس بتاعتها موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. ولو في قناه معينه انت بتتابعها وبتحب انك تتعلم منها ومرتبط بيها جدا وحابب انك ترشحها للناس، يا ريت تسيبها موجوده في كومنت عشان خاطر تقدر تفيد غيرك. اتمنى لك كل التوفيق ويا رب تكون استفدت او اتبسطت معانا النهارده شويه. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.